اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يوم جديد ومش روتين بقى، يعني النهاردة مش هننضف، احنا هنقف في المطبخ، هنرص شوية حاجات، هنرتب شوية حاجات، بس كده مش اكتر من كده يعني. كان في شوية حاجات كنت بطلعها بحطها. ده كان السكر والزيت بتوع التموين، فانا كنت بحطهم، برجع كل حاجة مكانها يعني. وخضار برضو جايباه هحطه معاكم. هو يعني ما فيش روتين، مش هنطلع برا المطبخ، هنفضل هنا في المطبخ، هنرص شوية حاجات ويعني خضار وكده جايباه، ونرجع كل حاجة مكانها. انا معاكم هتشوفوا انا بعمل ايه. آم، اتمنى يكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم. انا نفسي اعمل لكم حاجة جديدة ومش عارفة ايه هي، بس يعني بحاول ان انا آه على قد ما اقدر يعني ان انا اعمل فيديوهات كويسة بصراحة. بس بقيتوا بتوحشوني، بقيت ببقى عاوزة اتكلم معاكم، حتى لو اللي بيسمعني 3 4 مش اكتر من كده. ببقى مبسوطة قوي بصراحة، بتبسط قوي بالكومنتات بتاعتكم، بتبقى جميلة قوي، مبهجة بصراحة، كومنتاتكم حلوة. التشجيع ده شيء جميل قوي يا جماعة والله. هرصت بقى الخضار ده كله. طبعا خلاص بقينا متفقين ان انا بعمل فيديوهاتي يعني بعد الفجر، فطبعا ببقى نايمة اصلا، انا نايمة معاكم دلوقتي اصلا مش صاحية. يعني انا بمنتج الفيديو وانا بغمض عينيا والله يا جماعة. هنعمل ايه بس؟ الحمد لله، ربنا يديمها علينا النعمة يا رب. هحط بقى المنظمات دي طبعا مغسولة كويس ومتعاينة يعني. احط فيها الخضار. انا بصوا انا ما بغسلش الخضار غير لما باخده، يعني وانا باخده هستخدمه بغسله، لكن ما بحطوش في التلاجة مغسول بصراحة لانه بيدبل. لكن وقت الاستخدام بغسله كويس جدا وبعقمه بقى، يعني بغسله بخل وبظبطه. خاص بقى يا جماعة، والشتا وحلاوته، الشتا بيبقى حلو قوي، الخضار فيه بجد بيبقى جميل قوي، كل الخضار فيه بيبقى حلو قوي يا جماعة. الخاص طعمه مسكر جدا وحلو جدا. وهنا بقى كنت حاجات للديب فريزر برضو، وريتها لكم سريعا كده. بهنقل بقى كل ده في اكياس، بشيل من الاطباق دي واحط في اكياس، واحطه في الديب فريزر بقى. لو انا هعمل منه دلوقتي انا كنت فعلا هعمل منه. والله يا جماعه انا مصوره الفيديو وناسيه ايه اللي فيه، تخيلوا. يعني انا صورت الفيديو وناسيه ايه اللي انا عاملاه فيه، من كتر الشغل ورا بعضه يعني. هنا انا كنت هعمل كفته، يعني انا قررت ان انا اعمل كفته، ما كنتش عارفه، الاكل بقى محير قوي، مفيش افكار خالص، فقررت ان انا اعمل كفته. هعمل بقى كفته إيه ومكرونه، حاجه خفيفه وسريعه، مع ان في الشتاء يعني الاكل كله ما شاء الله بيبقى حلو قوي، وبتبقي يعني بنبقى مستمتعين بالاكل اكتر من الصيف اعتقد. يعني الصيف الاكل فيه مش قد كده بصراحة. وبعدين الاكل تحسي طعمه بيتغير بسرعة، يعني طعمه بيتغير بسرعة قوي في الصيف بجد. وساعات والله العظيم بيحمض وهو في التلاجة، مش بره كمان، مش ببقى سايبينه بره، لا في قلب التلاجة. لكن الشتاء في البرد لو سبتي الاكل بره يوم كامل ما بيجرالوش اي حاجة بصراحة، سواء اكل نواشف او الاكل لو هو فيه صلصة او كده برضو مش بيجراله حاجة. يعني درجة الحرارة يعني بتبقى مناسبة جدا
مش بتبوظ الاكل ولا حاجه. احنا شخصيا بنحس ان احنا مش زهقانين كده ولا مفرهدين ولا حاجه، لا بنبقى كويسين. وكل ما بنشتغل طبعا في الشتاء بتتحركي بتدفي، في الصيف لو ما بتبقيش عايزه تتحركي من مكانك اصلا من الحر. هعمل كفته. بصوا انا مش بضيف اي حاجه، هي البصله وحبه ملح حبه فلفل. مش بحب احط بهارات ابدا على اللحمه بالذات. انا ممكن احط البهارات على الفراخ، ممكن، مش في كل الاوقات برضو، لان احنا مش من محبين النكهات. بس ممكن احط على الفراخ لو فراخ مشويه او كده. اللحمه بقى بالذات، اللحمه بجد بالذات، لحمه كفته كبده ما بنحطلهاش اي بهار. مش بنحب طعم اللحمه متغير، احنا بنحبها بالنكهه بتاعتها، النكهة الصريحة بتاعتها. لكن اي بهار يغير طعمها او يعني نحس بطعم اضافي ليها، لا مش بنحب كده. فهو انا بتعامل مع اللحمة ملح وفلفل بس كده، مش اكتر من كده. عملتها بقى خلاص. بشرت بصلة صغيرة كده على قد الكمية يعني اللي انا عاملاها، وحبة الملح وحبة الفلفل، وخلاص على كده. واصبعها بقى. اللي معايا ده يا جماعة مسن على فكرة، بتاع سكاكين، بعمله عليها، انا مش بستخدمه اصلا، مش بنستخدمه يعني. فحطاه كده بعمل عليه الكفتة بس. خلصتها بقى وحطها على النار على طول. انا بديها صدمة كده على النار، مش بقلبها بقى، يعني بقلبها لما احس ان هي مسكت نفسها. هي الحمد لله مش بتفك معايا يعني، لان انا مش ببقى مكترة البصل، بعمل بصلة صغيرة كده، ومش بدعكها بقى اللي هو تنزل مية وكده لا، بسيبها زي ما هي بحالتها كده. انا في الاكل بتاعي مش فاهمين، بحب احافظ قوي على حاجه عشان خاطر ما تبص مني يعني. هعمل بقى طبق طحينه جميل كده على قد الاكله وبس، وهيبقى معاه مخلل بقى بس والله. وكانت اكله خفيفه ولذيذه وجميله جدا، طبق صغنن كده على قدنا. وما هو انا يعني مفيش غيري انا وجوزي بس. ابني بقى طبعا لسه إيه صغير، يعني اكلته ضعيفة وخفيفة قوي، وطفل صغير مش بياكل اصلا، فطبق على قدنا يعني. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. إيه هعمل طحينة. حطيت ملح وكمون وشطة، وهحط، بصوا، نطرة توم، حاجة بسيطة اوي، توم مفروم، حاجة بسيطة صغيرة كده، صغيرة قوي. وهعملها بقى بمية دافية. في ناس بتحط لها زبادي على فكرة، بتبقى حلوة قوي برضو، انا جربتها بالزبادي حلوة قوي، بس انا ما كانش عندي. يعني معظم المطاعم بتعملها بزبادي، هي بتبقى حلوة قوي بصراحة بالزبادي، بس انا ما كانش عندي يعني، فما عرفتش اضيف الاضافة دي. بيغير طعم الطحينة او بيوديها في حتة تانية بصراحة. هي كده طعم، وبالزبادي بتبقى طعم تاني خالص. بس يعني يومي النهاردة هو كده بس، عبارة عن المطبخ. طلعت برا طبعا، بس برا بقى في حاجات خفيفة يعني، مش ما فيش حاجة، حاجات بسيطة قوي اللي انا عملتها برا. بصوا دي كده خلاص بقى، واحط لها في حماية دلوقتي. هي كانت خلاص بقى، كانت استوت، دخلتها الفرن خدت لون كده جميل ده، واحط لها فحمية بقى. بصوا الفحمة، اغطيها كويس، وهغطيها بفوطة كمان. و... والله يا جماعة كان طعمها تحفة، بألف هنا للي كله، وبألف هنا للي هيجرب وياكل. ايوه عملت بقى جنبها طبقين مكرونة كده، سباكيتي وخلاص، وعصير مانجا، وطبق بطاطس.
كانت حلوة قوي. اكلنا بقى الحمد لله، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة. وقمت بقى للمطبخ زي ما انتوا شايفين كده، شايفين المنظر، منظر لا يسر عدو ولا حبيب. منظر صعب. هنملم بقى كل الحاجات الاول كده واحدة واحدة بالهادي كده، عشان ايه؟ نروق المطبخ. انا اللحظة دي بالنسبة لي بتبقى صعبة قوي يا جماعة، لما بدخل الاقي المطبخ شفته متضايق اكل برضه. كل مرة اقول ايه، مش هخلي الاكل يتبقى، مش هخلي الاكل يتبقى، برضه الاكل يتبقى. مش عارفة يعني اقنن المقدار اقل من كده ايه يا جماعة؟ يعني ازاي برضو؟ انا مش فاهمة، ده الطبق صغير يعني، ده إيه تقريبا كانوا 6 قطع وبرضو اتبقى منه. مش عارفة بصراحة. إيه، انا بصراحة ما بحبش الاكل اللي هو يبات. بحب الاكل يتاكل وقتها وخلاص كده، اللي هو ما يبقاش بقى فاضل لبكرة وكده، لا خلاص. انا جوزي بيحب كده وعودني معاه على كده بقى، ما عادش احب اكل يبات خالص. وبصراحة بستحرم ان الاكل يترمي، حرام، نعمة ربنا يعني. فالحاجة زي دي بتتبقى بقى باكلها لابني الصغير. آه كده باكلها له بقى حاف، عشان ايه؟ هو اصلا عامة ابني الصغير مش ملوش، مش بياكل، مش بيعرف ياكل سندوتش يعني. فباكلها له بقى كده بقى، قعده اللي هو اكلها له اعشيه بيها وخلاص. إيه، نحط بقى الخلاط مسحته كويس. هنا الرخامة طبعا اول حاجة لازم ابتدي بيها في المطبخ هي الرخامة، عشان اعرف احط الفوط بتاعة المواعين واعرف ارص المواعين عليها. فاول حاجة ببتدي بيها هي الرخامة. بمسحها كويس، بغسلها كويس جدا بالسبونشة، هي بالليفة دي. كويس جدا جدا كمان. وبنشفها كويس قوي، وافرش الفوط عليها. وبقى اللي اغسله ارصه، لان المطبقية عندي اللي على الرخامة دي صغيرة قوي، ما تنفعش يعني، ما تاخدش المواعين الكتير دي. وانا برضو ما بحبش ان انا احط عليها مواعين زيادة عن اللازم، عشان يعني ما تتكسرش بصراحة. مع ان هي يعني يعني ما شاء الله متينة تستحمل، بس برضو. كنت خلصت بقى المواعين اهو، بغسلها كلها مرة واحدة واشطفها كلها مرة واحدة. انا بحب السياسة بتاعة الاستخدام دي قوي. مش كل ما اغسل اشطف، لا انا بغسلهم كلهم مرة واحدة، وبعدين اشطفهم كلهم مرة واحدة. ما اعرفش ليه، بحس ان ده اسهل بكتير. ما اعرفش، ما تسألونيش، بس انا بحس ان السياسة بتاعة الاستخدام دي اسهل سياسة استخدام. يعني طريقة لغسيل المواعين. بس هو المطبخ بتاعنا اهو بقى زي الفل، و10 على 10. استنوني فيديو جديد. السلام عليكم.